ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ وحشتوني قوي من الفيديو اللي فات. معاكم منى حسن في فيديو جديد ووصفه جديده. قبل اي حاجه صلوا على النبي يا جماعه، بنيه ان ربنا يحقق لكل واحد الحاجه اللي نفسه فيها وبيتمناها. النهارده بقى الوصفه بتاعتي يعني حاجه سهله وخفيفه للناس بقى اللي ايه مستعجله، للناس اللي ملهاش مزاج تعمل اكل كده، يعني سموها زي ما تسموها. انا الصراحه ما كانش ليا مزاج اعمل اكل، بس عملتها يعني. تمام. معايا هنا كده طماطم، فرمها في الخلاط يعني. نزلت عليها بشوية فلفل اسمر وشوية كمون وشوية ملح ومكعب مرقة ماجي وشوية زيت، وهنزل عليهم بمعلقة سمنة. تمام. انا هعمل ايه بس الاول؟ ما هعمل معاكم صينيه بطاطس بس كله ني في ني كده. وهدخلها ايه مره واحده الفرن. الصراحه انا كنت الاول بقلق من حوار ان انا احط الفراخ نيه في صينيه البطاطس. حتى انا عملتها قبل كده على القناه وقلت لكم، بس المره دي اللي هو ايه ما كانش ليا مزاج ان انا اعمل الصراحه اللي هو مستعجله يعني. فحطيتها بقى في صينيه البطاطس وخلاص، بس بصراحه كان طعمها حلو قوي. بس بقى ايه الفراخ انا كنت يعني محلفاها وانا بغسلها. فضلت اغسل فيها حلوة قوي ونقعتها بليمون وسكر وملح وطحينة علشان اشيل الزفارة. وكمان كنت اخر حاجة بعد ما غسلتها حلوة قوي من محلول النقع ده، عصرت عليها ليمونة في شوية مية وصفيت المية، ما غسلتهاش تاني بعد يعني خليت فيها ريحة الليمون، سبت فيها ريحة الليمون. تمام. وكمان هنا تبلتها، حطيت عليها فلفل اسمر وشويه كمون وحطيتها على جنب، دعكتهم كده في الفرخه زي ما انتوا شفتوا وحطيتهم على جنب. يعني مش هحطها في صينيه الفراخ من غير اي حاجه، لا، في صينيه البطاطس اقصد. تمام. هنا بقى كان معايا كده ايه بصلايه او بصلتين صغيرين او بصلايه كبيره يعني. هي الكميه كانت صغيره مش كتير، وحوالي 4 حبات بطاطس صغار، يعني ما يجوش حبايتين كبار. بس هي الكميه يعني على اساس ان هو ايه، يعني احنا فرد واحد، انا كنت انا لوحدي يعني، جوزي مش كان هياكل معايا فانا لوحدي. تمام. فالكميه كفتني يعني الحمد لله. فانت اعملي على قد اللي يكفيكي ويكفي بيتك. تمام. كده بعد ما رصيت البطاطس والبصل والفلفل والثوم، حطيتهم كلهم على بعض. حطيت عليهم الفراخ وبعد كده نزلت عليهم ايه بالطماطم اللي انا متبلاها. تمام. وهلفها بقى احط عليها كده ورق فويل وهدخلها بقى ايه الفرن تستوي بقى مع نفسها. هتطلع الفراخ مستوية والبطاطس كمان مستوية. انا زي ما قلت لكم انا كنت بقلق من حوار البطاطس او من حوار الفراخ، احط الفراخ في اي اكل تبقى نية. بقلق من حوار الزفارة الصراحة. وقبل كده كنت عاملة معاكم برضو على القناة صينية بطاطس بس كانت الفراخ سلقاها نص سلقة. تمام. بس المرة دي حطيتها نية وبجد طلعت حلوة قوي. هنا بقى بعد ما الفراخ بتستوي، انا كنت حطاها مشغله من تحت وحطها تحت. بعد ما بتستوي بدخلها بطلعها فوق على الشوايه، اشيل بس ورق الفويل واطلعها فوق على الشوايه تاخد بس وش وكده. خلاص معايا بقى صينيه الفراخ ايه، الفراخ بالبطاطس خلاص استوت. تمام. هنا بقى كنت هعمل شويه رز حبه وحبه. معايا زيت كده ومعايا رز مغسول، يعني رز مغسول ومتنشف. هنزل كده بشوية رز على زيت وهبدأ ان انا احمرهم. تمام. 3 4 معالق كده، قلتلك برضه على حسب الكمية اللي انت ايه بتعمليها. صينية البطاطس الصراحة لما جربتها بالفراخ النية ما طلعتش وحشة خالص، يعني بجد طلعت حلوة قوي. وكمان آه الفراخ شاربة حلوة قوي من طعم صوص البطاطس، وكمان البطاطس شاربة حلوة قوي من طعم الفراخ. بس زي ما قلتلك اغسلي الفراخ مرة واتنين وتلاتة والف، علشان بس ريحة الايه الزفرة بتاعتها. ونقعيها بليمون وطحينة وملح وشوية سكر وممكن طماطمايه، تفعصي كده طماطمايه في المية. وبعد كده تغسليهم برضو حلوة قوي من محلول النقع، وتعصري عليها ليمونه في شويه ميه، يعني ميه وتعصري في الميه دي ليمونه وتنزلي فيها الفراخ. وبعد كده تسيبيهم شويه وتشيلي الفراخ من الميه دي وما تشطفهاش تاني. تمام. وقبل ما تنزلي الفراخ في صينيه البطاطس اديها رشه فلفل اسمر ورشه كمون. وبرضو يعني انا جربتها الصراحه ما كانش فيه ريحه زفاره ولا طعم زفاره خالص. تمام. هنا بقى كده يا رب يكون بس كل حاجه واضحه، وكل حاجة تبقى واضحة قدامكم يعني، وابقى خفيفة على قلبكم كده وتجربوها تعملوها احسن من كده بكتير. ولو انتي وصلت لحد هنا في الفيديو حطولي لايك واكتبي لي كومنت حلو زيكم، واشتركي في القناة اللي لسه ما اشتركتيش عندي من زرار
من كلمة اشتراك تحت يعني، او من سبسكرايب، كلمة سبسكرايب لو انت عندك اليوتيوب انجليزي يعني، وتشرفيني كده في القناة بتاعتي، ووجودك هيبقى على دماغي ومنورني وان شاء الله تستفادي مني لو بحاجة حتى بسيطة خالص، بس بإذن الله يعني ايه تستفادي مني. هنا بقى كان الرز اتحمر خلاص، نزلت عليه بالرز التاني او باقي الرز اللي معايا اللي هو الابيض، وشوية ملح صغيرين، وهبدأ بقى ان انا ايه اشوحهم كده. بعد كده هنزل عليهم ايه بالميه، زي ما قلت لكم حته التشويحه في الرز دي بتخلي الرز ما بيعجنش منك ويبقى مفلفل. وكمان تظبط المية ازاي، الرز المصري كوباية الرز المصري عليها كوباية مية. تمام كده بقى كنت هنزل بالمية عليه. انتي بقى لو خايفة من حتة ان الرز يعجن معاكي، عايري مقدار المية بتاعة الرز واعملي حتة التشويحة بتاعة الرز دي، شوحيه حلوة قوي يعني، انزلي عليه بكمية المية اللي عندك اللي انت عايرتيها. تمام، وسيبيه بقى قلبيه كده، اديله تقليبه سيبيه على النار عليه. اول ما يتشرب وطي عليه النار، هدي عليه النار خالص شمعة، وهو هيستوي بقى مع نفسه. تمام، انا هنا كنت بدوقه وبشوف الملح بتاعه مظبوط ولا ايه. الرز المصري اللي هو حبة وحبة ده بيبقى طعمه حلو قوي الصراحة يعني. انا هنا بقى كنت بغرف، كان معايا الرز خلاص استوى، والفراخ اللي هي صينية البطاطس بالفراخ زي ما انتوا شفتوا، كنت حطيتها بس شوية تحت الشواية وخلاص، اصلا كنت خرجتها. تمام، بوريكم ان الرز مفلفل مش معجن، وكل حباية كده يعني لوحدها في ناحية، وكمان طعمه حلو قوي. ادي اهو الرز كنت بغرفه مش علشان يعني هاكل لوحدي فاغرف لنفسي اي حاجه، لا انا هظبط نفسي برضه، هعمل بقى في الطبق اللي هو الوردة ده، وهظبط برضه نفسي يعني. ادي شكل الرز اهو. وكمان بقى كمان دلوقتي هتشوفوا صينية البطاطس، هي بقى صينية البطاطس بالفراخ كده، كله دخل الفرن مرة واحدة، كله ني في ني كده مع بعضه، وكمان شوية رز حلوين حبة وحبة، وشوية بقى مخلل من اللي عندي في التلاجة. تمام، وكده احلى اكلة في الدنيا، وبجد كانت سهلة وسريعة وما خدتش وقت معايا خالص، وكله كده يعني زي ما قلت لكم، زي ما شفت صينية البطاطس حطيت كله على بعضه وكله داخل الفرن. تمام، هنا بقى خلاص اهو كنت وريتكم صينيه البطاطس اول ما طلعت من الفرن، هبدا بقى ان انا كده اغرف شويه البطاطس اللي انا حطيتهم. ممكن الناس تشوفوا ان هما قليلين، بس هما عملوا معايا طبق محترم الصراحه. انا عايزه اقول لكم ان انا اكلتهم في الغدا وفضل مني كمان شويه يعني. زي ما قلت لكم كل واحده تعمل على حسب عدد الافراد اللي عندها يعني. دي كان نص فرخه، انا عملتها 4 حتات. تمام، اكيد انا مش هاكلهم مره واحده يعني، بس اللي هو عشان انا يعني طلعت الكيس من الفريزر، فمش هفكه وهدخل تاني، لا يعني انا عامله كل كيس 2 بس يعني. تمام، هنا بقى كانت معايا البطاطس اهي، والفراخ كمان، والفراخ واخده لون حلو قوي وشكل حلو قوي، والبطاطس كمان مستويه، والفراخ كمان مستويه. هتشوفوا معايا بقى دلوقتي كمان في مقطع هوريكم ان هي مستويه ودايبه، وكمان طعمها حلو قوي، ومفيش ريحه زفاره ولا في ريحه اي حاجه. بس انتي زي ما قلتلك اغسلي الفراخ حلوه قوي، شيلي اي زيادات اللي هي بتبقى بتلزق دي في الفرخه، الحته اللي هي بتبقى زي يعني في ناس بتقول عليها زي كبدة كده، بتبقى عند الورك، ده بيبقى تجمع دموي برضه فيه زفارة، شيليه. الحاجات اللي هي تديكي اي زفارة دي شيليها. وبصراحة طعمها بقى حلو يعني. لو انت بقى خايفة من الحوار خالص ومن الموضوع زي ما انا كنت ببقى خايفة، اديها نص سلقة، اديها نص سلقة وبعدين دخليها بقى في صينية البطاطس. هنا بقى كده كنت بوريكم ان الفراخ مستوية اهي. انا بس عشان هي كانت سخنة وانا بعمل بالمعلقة فما كنتش عارفة اتحكم يعني. تمام، اهو شكلها اهو، هي بتتقطع عادي بالمعلقة يعني، هي مستوية والبطاطس كمان مستوية واخدة سوا مظبوط مش مهرية. وادي شكل الاكل اهو. ربنا يا رب يحسن ما بين ايديك وتعملوا احسن من كده بكتير. هسيبكم في رعاية الله، هتوحشوني اول حد الفيديو الجاي، ما تنسوش اللايك والاشتراك. مع السلامة.